السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كله تمام؟ الحقيقة انا كنت ساكت بس مش عايز اتكلم، مش عايز اطلع لايف علشان اشوف اللي انا قلته كان صح ولا غلط في امرين اتنين بس. الامر الاول طبعا اللي كان شاغل الناس كلها، التظلم اللي عمله الاهلي على وعايز يقدم قدام اللجنة الاولمبية، وتخطى لجنة التظلمات وعايز يروح اللجنه الاولمبيه لان كانت متطبخه مع الرابطه بتاعت الدوري. كانوا مطبخينها مع بعض علشان في الاخر يطلع قرار ينصف الاهلي على الاقل، على الاقل يتخصم 3 بونت بس اكنه اتهزم ماتش من الزمالك وخلاص. وانا قلت لا مش هيحصل، واكدت ان لو الزمالك طلع بيان قال فيه ان انا طرف في الموضوع وان انا نادي الزمالك مش هيسكت، ده هيخوف الكل. وحصل بعد ما لجنه التظلمات، لان المفروض لجنه التظلمات ما تقبلش من اساسه ان الاهلي يتقدم قدامها بحاجه لانها مش مختصه. لكن قبلت علشان يطلعوا قرار يفصلوه على قد الناموس الاحمر. لما نادي الزمالك دخل وقال لك انا طرف في الموضوع، كل السوشيال ميديا ومعاطي زكي بقى وخالد الاتريبي طالعين في المقدر جديد، وعلاء صادق ومش عارف مين تاني، شويه اشكال كده غريبه جدا، وطالعه بتقول ان الزمالك مش طرف، وان الزمالك لما يدخل نفسه طرف يبقى هو كده بيؤمن ان او بيقر ان اللجنه الاولمبيه مختصه. الكلام ده كله هاكس، وانا قلت ان هو هاكس. نادي الزمالك لما عمل كده ونادي بيراميدز عمل كده بس مش رسمي، خافوا. الوزير طلع بيان على طول قال كل واحد يتحمل مسؤوليته. اتحاد الكوره قال انا ليا ورق ولوايح، واللائحه بتاعت المسابقه بتقول ان اللي ينسحب من الماتش يتخصم منه 3 بونت بتوع الماتش وثلاثه في اخر الدوري. ومش هقبل باي حاجه تخالف اللوائح، وان اللجنه الاولمبيه مش مختصه. بعديه على طول راحت الرابطه مطلعه بيان وقالت لك احنا هنقبل براي اللجنه الاولمبيه وان احنا لينا ورق ولوايح. اللجنه الاولمبيه قالت ايه بقى؟ زي ما انا قلت، ايه يا حبيبي انت هو عايزين ايه؟ اصل احنا بنخاصم الرابطه، والرابطه مش عارف ما جابت لناش حكم، وبلغوا لاتحاد الكوره، واتحاد الكوره قال لك لا مفيش وقت، والوزير مش عارف عمل ايه، وكان هيجيب ناس سعوديين، وكان هيجيب حكام مش عارف تركيين، وكان يلا يا حبيبي لم ورقك انت وهو، انا مش مختصه. وطلعت البيان بتاعها. ايه بقى البيان بتاعها؟ ان لائحه المسابقه بتقول ان الفريق اللي ينسحب المفروض ان هو يتخصم منه 3 بونت و3 بونت في اخر الدوري، وان الحكام الاجانب عشان يجوا لازم يتقدم طلب رسمي لاتحاد الكوره قبلها بفتره. والمفاجاه بقى ان النادي الاهلي، شوف بقى لما يحبوا ينفذوا منها، ما خاطبش رسمي اتحاد الكوره، قلب البق انا عايز حكم اجنبي، علشان طبعا ما يدفعش فلوس الحكم. فالاهلي ما تقدمش بطلب رسمي ومش في المده الكافيه، وعشان كده هتطبق اللوائح فقط لا غير. واللائحه بتقول 1 2 3 4. يعني اللجنه الاولمبيه خلعت بمزاج، خلعت بروقان، وبرضو عشان بتعافر تقول والله انا مختصه بالشؤون دي، بس في خطا في اللوائح. لا هي مش مختصه خالص، ولو كانت مختصه كانت بتت في الامر. كده النادي الاهلي هيعمل ايه بقى؟ هيطلع على فين؟ لجنه التظلمات. لجنه التظلمات دي بيرأسها مستشار من هيئه قضائيه. هل المستشار هيخالف اللوائح؟ برضه ليه لوائح، ليه ورق اتحاد الكوره. وهاني ابو ريده قال لك انا ليا ورق، انت بتتعامل معايا بلوائح وورق وانت ماضي على اللائحه دي. طب احنا معترضين على القرعه. لا القرعه يا حبيبي انت كل مندوب نادي مستلمها قبل ما يبتدي الدوري، ان الدور الثاني بقت بالارقام 2 مع 4 6 مع 9 مش عارف 3 مع 7، فانت مستلمها ما اعترضتش عليها من الاول ليه؟ فهل بقى لجنه التظلمات هتخالف اللوائح؟ ما اعتقدش. طب لو خالفت اللوائح، في نادي الزمالك موجود
اللي هو دلوقتي بيقول لك عليه انتوا عشان انتوا ما تضامنتوش معانا وعايزين تصححوا الخطأ وتصلحوا الكرة المصرية، احنا بقى بنفوض زيزو وهناخد منكم زيزو. لا يا حبيبي، انت بتفوض زيزو من قبل ما تنسحب من ماتش القمة. انت بتجري على اللعيبة بتاعتنا من قبل ماتش القمة. ما تتحججش ان الزمالك يقف ضدك. لا، الزمالك يقف ضدك وما يتضامنش معاك، وخصوصا بعد اللي انت بتعمله ده، ولحد لسه اول امبارح. وزيزو وطلباتك مجابه وهندي لك فوق العين الاماراتي بزياده، وهيموتوا عشان ياخدوا زيزو من الزمالك. طيب ده بقى الموضوع الثاني. الموضوع الثاني بقى ان زيزو مش هيروح الاهلي، وانا قلت الكلام ده قبل كده برضو، عشان برضو انا ما بقولش اي كلام. زيزو مش هيروح الاهلي، لانه قال لوالده كده بصريح العباره كده من مصادر موثوق فيها، طلع الاهلي من الموضوع. انا يا هلعب بره يا هكمل في الزمالك. ده بناء على ايه بقى الكلام ده؟ بناء ان الكابتن حسام ميدو وكابتن حازم امام وجمال العدل، استاذ جمال العدل، اجتمعوا مع استاذ عمرو الجنايني، خلاص، واتفقوا ان زيزو هياخد اللي الزمالك يقدر عليه ال 40 مليون، وعمولة والده هيدفعوا رجال الاعمال بعيد عن نادي الزمالك عشان دي تبقى مخالفه ماليه لانه مش مقيد وكيل، واللي عايزه هيعملوه. ما عجبكش هيطلع بره على طول على العين الاماراتي، يعني مش هيروح الاهلي وهيلعب كاس عالم. فزيزو مش هيروح الاهلي. يبقى احنا اتكلمنا في حاجتين قبل كده، وانا قلت لكم من قبليها الاهلي مش هيعمل حاجه، هيخبط راسه في الحيط لحد ما يخر دم، والماتش مش هيتعاد، والستة بونت هيتخصموا، ويبقى نزل في قاع البير اللي هو اصلا نط فيه بمزاجه، محدش نططه، بس هو ربنا سبحانه وتعالى. وزيزو مش هيروح الاهلي. خلاص كده ممكن بقى البيضه تنزل وتهدوا شويه. الاخ عبد الناصر زيدان ما ظهرش من ساعه انسحاب الاهلي من القمه، ما ظهرش. وحتى اقول لك انا كنت معتكف في رمضان، كلهم لابسين دقن وعاملين فيها شيوخ، ماشي، هما بيقولوا كلام ويفعلوا كلام تاني خالص. اخر حاجه عايز اتكلم فيها موضوع بيسيرو والطريقه اللي بيلعب بيها. وطبعا كاس الرابطه ما يعني هنقول بقى، هنتحجج ونقول بقى ان هو بيجرب اللعيبه بتاعته عشان يبقى عنده تشكيل كويس يعني. لكن هو طبعا مش كده خالص. الطريقه اللي بيلعب بيها دي لما يلعب بيها من الجمعه الجايه مع سيراميكا كليوباترا برضه 3-4-3 برضه هيبقى ماتش صعب، وممكن يخش فينا جون، وممكن ما نوصلش نهائي الكاس. ولو وصلنا ولعب كده برضه بطريقه مع بيراميدز هنتبهدل. فلازم حد يقعد معاه يا جماعه، لان هو راجل مكابر ومعاند وعايز يلعب بثلاثه ورا قدام فرق اساسا ما بتهاجمكش الا بمهاجم واحد بس. تلعب بثلاثه ورا ليه؟ ولما بتعدل النتيجه بتتعادل. يعني الماتش اللي فات اتعادلت بس دخل في الجون. طب ليه؟ الدوري بعيد عننا شويه وقدامنا بيراميدز، ولو كسبنا بيراميدز وبيراميدز اتعثر ممكن الدوري يبقى بتاعك. عايز تضيعه من ايدك ليه دلوقتي؟ ده انت كنت بعدت عنه ومت، والاهلي حياك من جديد. عايز تبعد عنه ليه؟ فلو سمحتم يا جماعه، لجنه الكوره او لجنه التخطيط، حسين لبيب ملوش دعوه بحاجه، ما يتكلمش في حاجه خالص. حسين لبيب ما يفهمش حاجه، ولا مجلسه. يقعدوا مع بيسيرو وكابتن ميدو وكابتن حازم ويتكلموا معاه ويشوفوا هو وجهه نظره ايه في اللي بيعمله ده. عشان كده غلط ومش وقت عند. ان شاء الله باذن الله الزمالك يعدي ماتش سيراميكا يوم الجمعه. وباذن الله النهارده كنت شيرت فيديو كده، مش فيديو فيديو كان منتخب مصر امبارح، كان لما كان بيلعب مع سيراليون، كان انت عارفين طبعا اللعيبه بتنزل وكل لعيب ماسك في ايده عيل صغير كده، طفل صغير كده لابس تيشيرت كده، يعني كان نوع من رعايه الطفوله ومش عارف ايه والجو ده. عيل امبارح كان وقع حظه ان محمد عبد المنعم هو اللي موقفه قدامه،
وجنبيه واحد تاني زيزو موقفه قدامه. الولد فضل يعيط وعمال يعيط لدرجه انها جت بيقولوا له مالك في ايه؟ طب بتعيط ليه يا حبيبي؟ مش عارف ايه، انا عايز زيزو، مش عايز محمد. طفل عنده بتاع 10 سنين ولا اقل كمان والله. لغايه ما زيزو راح واخده قدامه وراح مبدل مع زميله وراح مع محمد عبد المنعم، والطفل سكت من العياط. طب ده طفل يفهم ايه؟ عايز زيزو ليه؟ عشان زملكاوي. طب زملكاوي ازاي وهو عنده 10 سنين ولا 8 سنين؟ يفهم ايه في الكوره عشان زملكاوي؟ ولا اهلاوي؟ يفهم ايه؟ يتفرج على ماتشات، يتفرج على فرق، يسمع ان الاهلي بيبقى اهلي الدوري، بطل الدوري، بطل الكاس افريقيا، بطل هذا، والزمالك من سنتين واخد دوري، بس دوري وكاس. طب بيشجع الاهلي، بيشجع الزمالك ليه؟ عشان زملكاوي، وعشان حب الزمالك دوت بيبقى عشق من الطفوله. الطفل من الطفوله، مش بطولات. هي زي ما بيقولوا كده جمهور الزمالك، هي الحكايه مش كام بطوله، الحكايه عشق من الطفوله. انا شهرت الكلام ده على الفيسبوك، وكل يوم بنثبت، والزمالك بيثبت لنا انه نادي نظيف، نادي محترم، نادي كبير ماشي، وربنا يسهل ان شاء الله واللي جواه دول يمشوا. يعني احنا مشينا مرتضى منصور وجالنا ناس تانية على قدر من ال مش عايز اقول بقى يعني كلمه، على قدر من السذاجه المفرطه والغباء الكروي، وضيعوا الزمالك. ان شاء الله مش هيكملوا انتخابات برضه، وان شاء الله يجي حد زي كابتن احمد حسام او غيره من بتوع الكوره يمسكوا النادي، يبقى الزمالك نضيف من الخراب اللي جواه. لكن نادي محترم، نادي نظيف، نادي بيجي حقه لوحده لحد عنده وهو قاعد، ما بيجريش، هو حقه بيجي له لحد عنده ان شاء الله باذن الله. بيقول لك مش معقوله زي ابو معاطي زكي بيقول لك، هو انتوا متخيلين ان جماهير الزمالك هترضى ان الزمالك يسيب الماتش البيراميدز؟ دي تبقى وصمه عار في تاريخهم. لا يا حبيبي، لو وصلت الامر ان يا البيراميدز يا اهلي، لا بيراميدز، مفيش مشكله، مش هتبقى وصمه عار ولا حاجه، مالكش دعوه انت. ابعدوا بقى وكفاياكوا، اتنفختوا صدقتوا نفسكم وقلتوا احنا فوق الجميع. لا يا حبيبي، انت مش فوق الجميع، انت زيك زي اي نادي في مصر، بل بالعكس انت اسوأ، لان انت ما تعرفش تقوم على حيلك الا لما تموت اللي حواليك. ما ينفعش تكسب بطوله من فير بلاي من اولها، لازم وانت بتلعب كده تموت اللي حواليك، تاخد لعيبه من ده وتاخد لعيب من ده وتاخد لعيب من ده وتقعد على الدكه وحكام ورشوه حكام واتحاد الكوره فيه خدامين بيخدموك، ورابطه الانديه بتفصل لك كل حاجه، ولجنه المسابقات اللي كانت فيها عامر حسين اللي كان مظبط لك الدنيا كلها، الدوري السنه اللي فاتت بتاعه هو اللي مديهولك. ف لو لعبته في مصر فير بلاي زيك زي اي نادي، مش هتاخد الدوري كل سنه. حاولت تموت بيراميدز ما عرفتش، لان بيراميدز معاه فلوس. كوتيسا اللي انت بتفاوضه او كنت بتفاوضه، بيراميدز كان بيخش معاك يعلي لك السعر ويخلع. تيجي تاخد لعيب من بيراميدز ما ينفعش، لانه مضيهم بال5 سنين. تيجي تاخد لعيب انت بيراميدز لو عايز ياخده هياخده، لانه بيعلي عليك، فانت مش قادر تموت بيراميدز. ومشكله الزمالك الفلوس، هي دي برضو اللي مخليه الزمالك اداك امام عاشور، رغم ان امام عاشور وبرضو يعني امام عاشور الاداره اللي سابته دي، لا هم معاهم فلوس بس مش عايزين يدفعوا، عايزين يقعدوا في النادي ببلاش ما يعملوش حاجه، عشان مش زملكاويه، عشان دول مش زملكاويه. انت زيزو لحد دلوقتي مش عايزين يطلعوا مليم من جيبهم. كنت عمال تفاوض لعيبه عشان ايه؟ بتفاوض لعيبه عشان ايه؟ بتفاوض لعيبه $1.5 مليون، مش عايز اقول على اسمه. طب ما كنت رمضان صبحي عايز يديله 2 مليون، ممدوح عباس عايز يديله 40 مليون، ليه؟ طب ما كنت قعدت زيزو واديله 100 مليون اللي عايزه او 80 مليون اللي عايزه. اشمعنى عايز انت كل القصه كلها عايز تخطف لعيب كان في الاهلي او لعيب من الاهلي، مش باصص لمصلحتك ومصلحه ناديك. مجلس اداره منبطح، ربنا يسهل الحال ويغور من وشنا.
يبقى النادي نضف من الفساد ومن قله الادب ومن السذاجه والهبل. مفيش حاجه بنقولها بتطلع غلط، ومفيش حاجه بنتكلم فيها وتوقعنا فيها الا لما ربنا بيوفقنا. وان شاء الله باذن الله متابعين مع الزمالك، وباذن الله ينصر الزمالك ان شاء الله. شكرا، سلام عليكم.